السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، الف مرحبا بحضراتكم. خدت اجازة من الشغل ورحت البيت، اتفرجت على الماتش واديني راجع الشغل تاني. يعني كلامي مش هيعجب الاهلاوية، بس انا بقول لهم ان مستر حظ معاكم. دقيقة 85 اول كرة ليكم على عواد، واوف سايد بقى مش اوف سايد، دي مش قضيتنا خالص. يعني اللي يقول لك بقى الفار وبتاع والحكم اجنبي، مفيش ولا كلمه ولا حد يقدر يقول تلت التلاته كام. انا بس عايز اعرفكم ان الاول مره من سنين اشوف الزمالك بهذه الكفاءه وبهذا التمكن. جود لاك ومبروك علينا، فرقه قويه جدا، فرقة قوية جدا، بس مستر حظ دائما وابدا مع الاهلي والاهلاوية. فيعني طب هتيجي ازاي؟ هتتحسب ازاي؟ يعني ازاي احنا هنخرج من ده؟ محدش عارف. الماتش كله بتاعنا، الاستحواذ لينا، ما لعبوا، ما فيش حد فيهم لعب، ما فيش حد. لا بص، لا تاو ولا الشحات، كهربا بس شفناه وهو بيجري ورا امام، زي ما يكون العيل اللي بيجري ورا امه. بس يعني عيل بيجري ورا امه. حد شاف كهربا طول الماتش ولا حاجه، ولا لمس كوره. 85 دقيقه ما لمس كوره كهربا، والله اكتر ما اعرفش، خرج قبلها باين او حاجه، لا بتالي بعدها. بس يعني الواحد زعلان، طبعا زعلان، مش على حاجه والله، انا على اداء نادي الزمالك. كسر الدنيا اداء نادي الزمالك، كسر الدنيا. انا بعد الماتش الاول ما انتهى بعت لصاحب رساله، قلت له الزمالك بيلعب ماتش عمره. الشوط الثاني باعتراف المستكاوي ومدحت شلبي الاهلي ما لمس كوره يا جماعه. الاهلي ما لعبش جمله، ما بصاش. العيال بتوعنا وناصر وعبد الله السعيد وامين ناصر ماهر وعبد الله السعيد لا 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 لا، يعني بصراحه فرقه حرام حرام حرام، نتيجه مغايره للاحداث تماما تماما تماما. من حقهم طبعا يحفلوا ويهيصوا ويقولوا لك الله، والكوتش العبقري اللي غير نتيجة المباراة بالتغييرات، ولا حاجة. هي بس باصة بايلك، أول هجمة يعملوها في ال 18 بتاعنا في الدقيقة 85، في الدقيقة 85. ناهيك بقى عن ان زيزو اتصاب طبعا وخرج، وكان جبهة قوية جدا جدا جدا. هارد لاك للزملكاويه كلهم. الزمالك كان فعلا قوي وعنده حسن الظن، ما كسفناش. انا كنت فرحان جدا 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 بالفرقه، واقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم. انا قلت لعيلتي اللي قاعده بتتفرج معانا، قلت لها بص شوفي يعني شو الدنيا ماشيه ازاي. بصوا الاهلي ممكن يجيب جون دلوقتي، هو كده متعود على كده. فيعني قالوا لي ازاي ده، رغم يعني معلوماتهم في الكوره برضو يعني، بس عاجبهم الوضع يعني. وانا واخد اجازه بقى ورايح والكلام ده وقد كان يعني اللي حصل بقى وتمت. معلش طبعا، هارد لاك. انا فرحان جدا 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 بفرقتي، مش فرحان بالنتيجه طبعا، مصدوم من النتيجه. انما يعني كان الاول يا جماعه الاهلي بيمسكنا غسيل ومكوى وكسبنا. اول مره من فتره كبيره جدا، من ساعه يعني ما خلفتش الا في ماتش الكاس بس اللي احنا خدناه، بتاع زيزو وامام عاشور لما جبنا الكاس. والماتش ده غسيل ومكوى. الزمالك خد الاهلي على وشه، مفيش واحد في الاهلي كان نجم. حتى امام عاشور ما لمس كوره، ما عملش حاجه. كهربا حرفيا 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 ما مسكش كوره. هو بقى منزله يعني مفكر ان هو ولا حاجه، ولا عمل ولا لمس كوره.
يعني حتى الشحات أسوأ مستوى للشحات شفته من سنين. بيرسي تاو ما لعبش لعبة. محدش في فريق النادي الأهلي عمل حاجة. الزمالك كله كان نجوم، كله مصطفى شلبي وعمر جابر وفتوح وعبد الله السعيد وزيزو وناصر ماهر. لما نزل بصراحة ناصر منسي ما عجبنيش خالص، كان نقطة ضعف كبيرة جدا 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 في نادي الزمالك. يعني بصراحة يعني اعتقد ان هو صبر عليه كتير، كان المفروض يشيله من اول ربع ساعة، لان ما كانش فيه يعني ما مشدود جدا جدا جدا، ما بيدوس حتى على الكورة يعني. فهارد لك لكل زملكاوي في الكوكب، مبروك علينا فرقة جديدة، فرقة قوية، فرقة بتلعب جماعة بصراحة. فرقة تقيلة بصراحة، فرقة تقيلة، فرقة الزمالك فرقة تقيلة، لعبت ماتش عمرها. الأهلاوية ما كانوش مصدقين نفسهم وهم متاخدين غسيل ومكوى يا جماعة، بس مستر حظ مفيش فايدة. اهو كولر بقى عبقري، والتغييرات اللي عملها، وبنزول قفشه كسر الدنيا. صنع جون وجاب جون، وامام صنع جون وجاب جون، مش هنخلص. انما يعني حدث ولا حرج، دائما وابدا احنا في الكورنر ده. تاني وتالت وعشر ومليون، وبقولها بكل ثقة، مبروك علينا، فريق جديد، فريق قوي. اتخذنا بس على غفلة كده يعني مش يعني ايه، الحمد لله ان الحكم اجنبي، والا ما كناش خلصنا خالص من الاوفسايد ده. انا عن نفسي ما كنتش سكت، انا عن نفسي الى الان مش يعني، انما ماشي. انا مش مقتنع بهذا الهدف انما ماشي يعني، تحت مسمى بقى اوكي. مش هنقول مبروك للنادي الاهلي، ما يستحقش، واقسم بالله كان ممكن اقول له مبروك من قلبي، لان الموضوع سهل اصلا، وده اللي احنا متعودين هنا عادي يعني. لا انما ما لعبش ابدا اللي يستاهل عليه انه يكسب الماتش خالص. ف هارد لك لفرقه نادي الزمالك الجديده الكامله، فرقه تقيله. طول الماتش احنا بنلعب في منطقه جزاء في نص ملعبهم. طبعا هيجي يقول لك ايه انت كده بتتفرج على ماتش تاني، ايه انت جبت الكلام ده منين، ايه بتاع هم كده لغوشه وبس، ف وانا بفكركم اللي جاي بالنسبه للزمالك كويس وكتير. ومش هنتحجج بقى بان الكوتش جديد واللعيبه لسه منهم ناس جديده داخله معاهم والكلام، ابدا بالعكس. ده اللي يشوف الزمالك النهارده يقول ان الفريق ده بيلعب مع بعضه بقاله 10 سنين. يعني اللي احنا كنا متخوفين منه او يعني ايه عمالين نقوله قبل الماتش، لا 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 لا، جوميز عمل ماتش العمر بصراحه. انما طبعا هي دائما وابدا بتتحسب بالنتيجه، ما بتتحسبش بالاداء. اداء رائع من نادي الزمالك، استحواذ طول الماتش، انما نتيجه للنادي الاهلي. هارد لك للزمالك، مش هقول مبروك للنادي الاهلي لانه ما عملش ما يستحق على الفوز. اللي جاي احسن ان شاء الله، واشوفكم على خير. انا طبعا اللي كان لازم انزل الشغل، متضايق ما ينفعش، انما ماشي يعني، ده اللي احنا اتعودنا عليه هنا، اصل مفيش هزار يعني. متعودين الحمد لله، واعصابنا جامده والدنيا جميله، واللي جاي احسن ان شاء الله. اشوفكم على خير. مبروك علينا جوميز، ومبروك علينا عبد الله السعيد، ومبروك علينا ناصر ماهر. اتنين يا جماعه تقل السنين ناصر ماهر. بس طبعا انا عارف يعني هيحطوا عليه بقى ويتكلموا ويقولوا ويعيدهم، وهو نزل بهدله، مسح بيهم ارض الملعب ناصر ماهر. انما كل ده بتنسى مع النتيجه. اشوفكم على خير، وان شاء الله اللي جاي احسن. وبقول لكل الزملكاويه في كل الكوكب، ما
تزعلوش، قدمنا ماتش تقيل، ماتش كبير. عملنا اللي كان المفروض يتعمل، انما اتغادرنا كده في جونين في اخر 5 دقايق. ان شاء الله اللي جاي احسن. اشوفكم على خير، السلام عليكم.